بلاش تتمرن سمانه على الجهاز ده، بلاش تتمرن سمانه وانت قاعد، وده بيكون جهاز موجود في اغلب الجيمات اللي هو بيكون عباره عن ان انت بتتمرن سمانه على الجهاز ده وانت قاعد. مش بقول ان الجهاز ده غلط صرف 100%، ولكن هيكون افضل لو انت اتمرنت سمانه وانت واقف او انت رجلك مفروده، يعني من الاخر، وهقول لك ليه السبب. اولا بس لازم نكون عارفين ايه هي العضلات اللي موجوده في منطقه السمانه. طبعا يمكن يكون اكبر عضله واللي هي بتدي الشكل اللي من بره هي الجاستروكنيميوس، واللي بتكون العضله اللي من جوه اللي تحت الجاستروكنيميوس على طول هي السوليوس. طبعا في تيبياليس بوستيريور وفي شويه عضلات ثانيه اكسسوارز يعني، ولكن التركيز الاكبر او اللي يعني زي ما تقول كده ايه، الحجم الاكبر في السمانه هو في الجاستروكنيميوس والسوليوس. الجاستروكنيميوس بقى لما تيجي تمرنها وانت قاعد مش بتشتغل كويس. ده ليه بقى؟ بسبب انها عضله على مفصلين، الركبه والانكل. يعني عشان نحاول ندي مثل توضيحي للموضوع، فلنفترض دي السمانه وانت واقف مثلا، السمانه بتبقى مشدوده كده. طب افرض انت قعدت والسمانه زي ما تقولوا كده ايه، لما انت اتنيت ركبتك زي ما تقول المسافه قلت، فمثلا هنتخيل انت مثلا وانت قاعد بتتمرن بدل ما الجاستروكنيميوس كانت مشدوده كده هتبقى مثلا عامله كده. فبالمنطق تفتكر مثلا انت دلوقتي بتتمرن وانت قاعد كده وعمال تشد في سمانتك، هل الجاستروكنيميوس شغاله؟ لا بالعكس، الثلاث هي اللي شغاله مش الجاستروكنيميوس. وحتى جرب بنفسك، جرب كده تقعد وتحاول تشد السمانه بتاعتك، هتلاقي بالعكس، هتلاقي تحس ان السمانه طريه. عكس مثلا لما تيجي وانت واقف وتجرب تشد سمانتك، هتلاقي لا، حاسس ان الملمس بتاع العضله بقى انشف. ليه؟ بسبب ان الجاستروكنيميوس اشتغلت. فزي ما انا قلت، وانت قاعد بتشغل الثلاث ومثلا التبياليس بوستيريور برده معاها بتبقى شغاله، ودول اصلا عضلات انتي جرافيتي. يعني وانت ماشي بتتحرك ورايح جاي العضلات دي كده كده شغاله. احنا يعني مش مركزين قوي ان احنا نمرنها قد الجاستروكنيميوس. فخلاصه الكلام، يفضل ان انت تتمرن تمرينه السمانه وانت واقف.